ازيكم يا حلوين؟ النهارده هعمل لكم كوسه مطبوخه بس بطعم جميل جدا. هتكون نباتيه، يعني صيامي، ما فيهاش لحوم ولا زبده ولا سمنه، وفي نفس الوقت طعمها هيكون حلو قوي. فلو اول مره بتشوفوني، انا اسمي مريت ودي قناتي، وما تنسوش تعملوا لايك، ومستنيه تعليقاتكم. ويلا بينا نبدا الوصفه بتاعت النهارده. في حلة على النار هضيف شوية بصل، دي بصلاية متوسطة، شوحها في حبة زيت صغيرين كده. وبعد كده هحط حوالي 5 فصوص من الثوم، يعني هيعملوا كده نص معلقة كبيرة. هقلب كويس، ولما البصلة تدبل شوية كده هبتدي اضيف مكعبين من مرقة الخضار، وده اللي هيدينا الطعم الحلو قوي. بعد ما اضيف مكعبتين مرق الخضار هضيف الصلصة بتاعتي، تكون صلصة بيتي عاملينها في البيت، وزودتها مية عشان ما تبقاش تقيلة، لان دي صلصة يعني طماطم بس، ما كنتش مزوداها مية وقت ما ضربتها في الخلاط. بعد كده ابتدي اضيف الخضار بتاعي، كوسة بطاطس وجزر، وضفت معلقة صغيرة من السكر، ما ضفتش اي ملح ولا اي بهارات تانية، وسبتها على نار اقل من المتوسطة، وغطيتها لحد ما تستوي. تقريبا بتاخد من نص ساعة لساعة الا ربع، وبس كده هتكون جاهزة معاكم. الوصفة دي سريعة وبجد طعمها حلو جدا، وفي نفس الوقت هي نباتية. فجربوها، ومستنية رأيكم في التعليقات. اشوفكم في وصفة جديدة، وباي باي.